لو معاك 50 جنيه قافلة الجمال فبجد يا حظك يا هناك. جايب لكم النهارده يا جماعة فيديو جديد، وفيديو تم الحصول عليها وعملة تم الحصول عليها من أحد المتابعين، وهي 50 جنيه قافلة الجمال الشهيرة بقافلة الجمال النادرة جدا جدا جدا، ودي عملة تم الحصول عليها من أحد المتابعين. وادي فيديو للعملة، والعملة ديت يا جماعة ال 50 جنيه دي سعرها غالي جدا ونادرة جدا، فلو موجودة مع أي حد فبطلب من حضراتكم لو موجودة معاك تبعتها لي حالا على قناة الربح المضمون الموجودة على الفيسبوك. ابعتها لي خاص على الماسنجر وهتواصل معاك واخدها معاك حالا. ال 50 جنيه دي يا جماعه سعرها غالي جدا، ودي تعتبر الاصدار الثاني من فئه ال 50 جنيه. ثاني ورقه تم اصدارها من ال 50 جنيه، تم اصدارها سنه 1913 واخذ يتم اصدارها حتى 1952. وقع عليها اثنين من المحافظين، وهو السير فريدريك رولت والسير نورمان نيكسون. السير فريدريك رولت وقع على الاصدارات الاولى منها من 1913 واخذ يوقع عليها حتى 1920 بواقع 13 بريفكس. اما السير نورمان نيكسون وقع على 5 بريفكسات فقط، ولكن اغلى ورقه هي اللي بتوقيع السير فريدريك رولت. يعني لو بتوقيع فريدريك رولت فدي سعرها غالي جدا. ليه يا جماعه؟ لان هي تعتبر اول اصدار اللي هي سنه 1913 حتى 1920. لو انت شفت التاريخ بتاعها 1913 او 1900 لحد 1920 بتوقيع فريدريك رولت، فدي سعرها يعدي يبدا من اول 5000 جنيه لو فيها اي عيوب وفيها خدوش وفيها تقطيع في الاوتار وفيها انكسارات وفيها تعبانه زي الحاله اللي معروضه عليكم ديت، فهيبدا سعرها من اول 5000 جنيه وبتعلى تدريجيا لحد ما ممكن توصل لحد 10 و15 الف جنيه و30 الف جنيه لو وصلت لحاله الانسر اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع. والاسعار اللي انا بقولها دي يا جماعه بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. اما لو احنا شفناها بتوقيع نورمان نيكسون اللي هي التوقيعات بقى الكتير، ودي موجوده كتير جدا في السوق وشهيره، والورقه اللي معايا ديت بتوقيع نورمان نيكسون يا جماعه بيبدا التوقيع نورمان نيكسون وقع من 1920 واخذ يتم توقيع عليها حتى 1952. يعني كل الورق اللي وقع عليه ورق يعتبر حديث شويه، لذلك سعرها مش غالي زي توقيع فريدريك رولت. توقيع فريدريك رولت هو الاغلى وهو الاندر وهو الاقدم، ولكن توقيع نورمان نيكسون مش غالي قوي. الورقه دي لو شفناها بتوقيع نورمان نيكسون فبيبدا سعرها من اول 2000 جنيه 3000 جنيه لو قلت العيوب، لو فيها خدوش وفيها كتابه عليها وفيها انكسار في الاطار وفيها تقطيعات وفيها تعبانه زي ما انتم شايفين، وبيعلى تدريجيا كلما قلت العيوب الى ان تتحسن الحاله فبتوصل 5000 و10000 و15000 جنيه، وممكن تعدي وتعلى كلما تحسنت الحاله بتاعتها ووصلت لحاله الانسر اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع، حتى لو كانت بسيطه. والحاله بتاعت ان هي تبقى انسر دي مش اي حد بيقدر يحدد العمله ان هي انسر غير متخصصين، لان في هناك 70 درجه من تقييم العملات. فمش اي واحد معاه عمله والعمله بتاعته ديت يحس ان هي حالتها كويسه يقول لك ده انا معايا ورقه انسر. لا، الانسر ديت يا باشا في انسر وفي توب انسر اعلى من الانسر، وفي اباوت انسر اقل من الانسر، وفي ورقه اكستريملي، ورقه فاين، ورقه عاديه جدا، ورقه جيده. فالحالات كتير يا جماعه والتقييمات كتير 70 درجه، فمش اي عمله معاك حلوه لازم تخضع للتقييم للمتخصصين. فلو معاك ابعتها لي وانا هقيمها لك بكل مصداقيه وهناخدها منك باعلى سعر ان شاء الله. طب هترسل عملتك فين؟ ترسلها على الخاص ماسنجر قناه الربح المضمون وهناخدها منك باعلى الاسعار. بس لو انت اول مره لسه بتشوفنا على قناه الربح المضمون الموجوده على الفيسبوك فبطلب من حضرتك ان انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه، لربما يكون حد معاه اي عمله قديمه ونفسه ان هو يعرف قيمتها وناخدها منه باعلى الاسعار. ودي 50 جنيه قافله الجمال تم الحصول عليها من احد المتابعين بسعر كبير جدا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.